نبدأ شرح المفهوم التاني وهو انتقال الطاقة في النظام البيئي. الكائنات الحية زي الإنسان والنبات والحيوان هي اللي بتقدر تاكل وتشرب وتتنفس وتنمو، دي بسميها كائنات حية. لكن أي حاجة تانية غير الإنسان والحيوان والنبات بتبقى مكونات غير حية، زي الطوب، الرمل، المية، الهواء، دي مكونات غير حية. الاتنين مع بعض بيكونولي نظام بيئي. يبقى النظام البيئي هو مجتمع يحتوي على كل من الكائنات الحية والعناصر غير الحية. زي المنزل بتاعي فيه ناس عايشة فيه، أبويا وأمي وأخواتي وتيتا وجدو. لو في قطة أو حوض سمك، دول كلهم كائنات حية. وفي حاجات تانية غير حية زي الكنبة، الكرسي، التلفزيون والترابيزة والسجادة، كل دي حاجات غير حية. يبقى أقدر أقول إن منزلي عبارة عن نظام بيئي. ولو رحنا مكان أكبر زي الغابة، الغابة فيها حيوانات كتير، القرد والفيل والزرافة والأسد والقطة والكلب، وكل الحيوانات دي كائنات حية. وعندي برضو نباتات وأشجار، كل دي كائنات حية. زي عندي برضو المية والتراب اللي موجود أو الصخور الموجودة، دي أشياء غير حية. يبقى أقدر أقول إن الغابة برضو نظام بيئي. ولو رحت الصحراء، موجود عندي الجمل والثعبان والحرباء، كل دي حيوانات موجودة، فدي كائنات حية. أو عندي أشجار برضو بسيطة، نباتات زي الصبار اللي بتعيش في الصحراء، دي برضو كائنات حية. وعندي برضو رملة، صخور، ممكن مية قليلة، دي برضو أشياء غير حية. يبقى الصحراء برضو نظام بيئي. والبحار والمحيطات فيها أسماك كتير، أشكال وألوان وأحجام كتيرة جدا، السمك الصغير والسمك الكبير والحوت وسمكة القرش، كل دي كائنات حية. وعندي برضو شعاب مرجانية، وعندي صخور، وعندي رملة موجودة تحت، وعندي أشياء كتيرة موجودة تحت، أشياء برضو غير حية. يبقوا مع بعض يكونولي نظام بيئي. وزي ما عرفنا قبل كده إن كل الكائنات الحية بتتغذى عشان تحصل على الطاقة، إحنا بناكل عشان نحصل على الطاقة، فكل الكائنات الحية بتحصل على الطاقة من الغذاء بتاعها. نبدأ مع النبات. النبات الكائن الوحيد اللي بيقدر يصنع غذاءه بنفسه، زي ما خدنا المرة اللي فاتت في عملية البناء الضوئي، فالنبات الوحيد اللي يسمى كائن منتج. أما الحيوانات، ففي عندي حيوانات بتتغذى على النباتات، زي الأرنب مثلا، هو بياكل الجزر أو الأعشاب، فبسميه كائن مستهلك أولي، لأن هو بيتغذى على النبات، ما بيصنعش غذاءه بنفسه. والغزالة برضو بتستهلك أو بتتغذى على النباتات، فهي برضو كائن مستهلك أولي. والحشرات زي الجرادة بتتغذى برضو على النباتات، فبسميها كائن مستهلك أولي. ليه أولي؟ لأن هي أول حاجة بتاكلها النباتات. بعد كده للحيوانات اللي بتاكل حيوانات تانية أو بتتغذى على حيوانات تانية، زي الضفدع مثلا، أما بتاكل الجرادة، دي كده هي المفترس، والجرادة هي الفريسة، هي بتصطادها وبتاكلها. عشان كده بسمي الضفدع هنا كائن مستهلك ثانوي مفترس، لأن الجرادة كانت هي عندي كائن أولي، لكن الضفدعة عشان هي اللي كلت الجرادة اللي كلت النبات، فبسميها كائن مستهلك ثانوي. يعني ايه فريسة؟ هي الحيوان اللي بيتاكل. يعني ايه كائن مفترس؟ هو اللي بياكل. زي ما شفنا الضفدعة هي كائن مفترس، هي اللي كلت، والفريسة كانت الجرادة هي اللي اتاكلت. أما نيجي نشوف الثعبان أما بياكل الضفدع، بيكون هنا الثعبان هو اللي كائن مفترس، والضفدعة بالنسبة له هي الفريسة. طب نيجي نشوف كده هو بقى رقم كام الثعبان ده. النبات كان عندي واحد اللي كلته الجرادة كانت أول واحدة، بعد كده الضفدعة كانت هي التانية، يبقى الثعبان هو التالت، فكده يبقى كائن مستهلك ثالثي مفترس. والصقر اللي كان معدي على البحيرة واصطاد سمكة وأكلها، هنا برضو الصقر هو كائن مفترس، والسمكة بالنسبة له فريسة، فبسميه برضو كائن مستهلك ثالثي مفترس. الأسد أو الفهد أو النمر اللي جري ورا الغزالة وأكلها، هنا هو
المفترس والغزالة هي الفريسة، فبسميه برضو كائن مستهلك ثالثي مفترس. والكائنات المفترسة كتيرة جدا على البر وعلى البحر وفي الجو: الأسد والنمر والفهد والثعبان والصقر والنسر والحوت وسمكة القرش. وبرضه عندي حيوان تاني اسمه الوشق المصري، القط البري، وحتى الطيور الصغيرة اللي بتاكل الديدان برضه هي بالنسبة لها كائن مفترس، والديدان دي فريسة. يبقى أنا شفت النبات اللي هو كائن منتج اللي اتغذى عليه مستهلك أول زي الفار أكله الثعبان اللي كان مستهلك تاني، والثعبان اللي أكله الصقر أو النسر فكان مستهلك ثالث. الخطوات اللي مشيت دي: النسر لما كل الثعبان، الثعبان اللي كل الفار، الفار اللي كل النبات، دي بسميها عندي سلسلة غذائية. والسلسلة الغذائية في منها أشكال كتير، زي البومة اللي كلت الفار، الفار اللي كل النبات زي الذرة، أو الأسد اللي كل الثعلب، اللي كل الأرنب، اللي كل الجزر اللي هو كان نبات، أو النسر اللي كل الثعبان، اللي كل الضفدعة، اللي كلت الجرادة، اللي كلت النبات. كل دي بسميها سلاسل غذائية. وممكن السلاسل الغذائية دي تتشابك مع بعض، يعني يدخلوا في كذا سلسلة مع بعض. بتكون بداية السلسلة عندي من النبات اللي ممكن تاكله الزرافة فياكلها الأسد، أو ممكن ياكلوا الخرتيت أو وحيد القرن وياكلوا الأسد، أو ممكن وحيد القرن ده ياكله طائر جارح، والطائر الجارح ده النمر أو الأسد ياكله، أو ممكن النبات ده تاكله الجرادة فتاكله العصفورة، وياكله حيوان تاني وحيوان تالت، وهكذا. كل دي سلاسل مع بعض تدخل مع بعض بسميها شبكة غذائية. وطالما النبات عندي هو بداية السلسلة، طب قلنا في الأول مين اللي ادى الطاقة للنبات عشان يتكون وينمو ويكبر؟ مين؟ الشمس. الشمس هي المصدر الرئيسي للطاقة على وجه الأرض كلها. طب لو الشمس دي مش موجودة، النبات مش هيعرف يصنع غذائه، الغزالة أو الأرنب مش هتلاقي النبات ده عشان تعرف تاكل، الحيوانات اللي بتاكل الأرانب مش هتلاقي الأرانب لأن الأرانب جعانة ومكلتش وماتت. كل الحياة هتنتهي بدون الشمس. فالشمس هي المصدر الرئيسي للطاقة على وجه الأرض. طب دي كانت كائنات حية تتغذى على كائنات حية أخرى. مين اللي بيقدر يتغذى على الكائنات الميتة؟ في عندي الكائنات الكناسة، هي الحيوانات التي تتغذى على الحيوانات والنباتات الميتة وتقطعها إلى قطع أصغر فأصغر، زي النسور أو الضباع أو سرطان البحر أو الذباب أو الصراصير. وفي كائنات تانية محللة زي الحلزون، الرخويات، ديدان الأرض، الفطريات، البكتيريا، بتعمل عملية اسمها عملية التحلل. والتحلل هي عملية تحويل المواد العضوية في جسم الكائن الحي بعد موته إلى عناصر بسيطة تزيد من خصوبة التربة، وهنعرف واحدة واحدة إزاي. الكائنات المحللة بتكون منها صغيرة أقدر إن أنا أشوفها في ديدان الأرض ودودة الألف قدم. وفي كائنات محللة تانية ما بقدرش إن أنا أشوفها بعناية، لازم تحت ميكروسكوب عشان أعرف أشوفها، زي الفطريات، منها فطر العفن اللي موجود في الخبز أو الفاكهة. والفطريات ليها فوائد وليها أضرار. ومن أضرار الفطريات دي إنها ممكن تسبب لي عدوى في الجهاز التنفسي، أو حكة في العين، أو تعمل تلف في المحاصيل الزراعية. أما الفوائد فهي مهمة جدا، زي إن أنا بقدر أستخدم الفطريات دي في تصنيع الجبنة الريكفورد. أقدر أستخلص من فطر عفن الخبز مادة البنسلين، وهي تعتبر أول مضاد حيوي تم تصنيعه. وطبعا من أهم فوائد الفطريات إن هي بتساعدني على تحلل النفايات، بس مش أي نفايات، لأن أنا عندي أنواع من النفايات. في نفايات عامة زي النفايات اللي بتخرج من المنازل والمتاجر والمدارس وغيرها، وفي نفايات صناعية زي اللي بتطلع من المصانع والمعامل ومواقع الإنشاء، بتبقى طوب وزلط وبلاستيك. دي نفايات صناعية مبتقدرش إنها تحللها.
في مخلفات طبية، دي بتبقى خطر اللي خارجة من المستشفيات، العيادات، المواد الكيميائية الخطيرة زي السرنجات، بواقي أدوية، دي حاجات خطيرة متقدرش إنها تحللها. في مخلفات تانية عندي زي المخلفات الزراعية، دي اللي بتنتج عن الزراعة زي أوراق، أغصان، وغيرها من المخلفات اللي بتكون عندي. مخلفات برضو الحيوانات. فالنفايات اللي بتقدر الكائنات المحللة دي إنها تحللها هي المخلفات العضوية أو النفايات العضوية، دي بتكون عبارة عن بواقي الأكل. والمخلفات الزراعية بتاخدهم الكائنات المحللة جوه التربة، تفضل تحلل فيهم لحد ما تستخرج منهم المواد الكيميائية اللي جواهم زي الكربون والنيتروجين. وده بيكون عبارة عن سماد. السماد ده اللي بيخصب التربة، بيكون لي الطبقة اللي موجودة على سطح التربة اللي هي اسمها الدبال. فالسماد بيعوض نقص التربة من العناصر الغذائية المهمة زي الكربون والنيتروجين وغيرها من العناصر الغذائية بتكوين طبقة الدبال اللي بتمد النبات بما يحتاجه من الغذاء. يعني كده نقدر نقول إن الطاقة اللي ابتدت من الشمس وأخدها النبات الكائن المنتج، وجي بعد كده الكائنات المستهلكة واتغذت على النباتات، وجت بعديهم الكائنات المفترسة المستهلكة اللي اتغذت عليهم، ثم الكائن ده أما عاش وبياكل ويتغذى، جه وقت ما هو مات جت الكائنات المحللة وعملت له عملية تحلل واستخلصت منه العناصر المهمة اللي جواه، الطاقة اللي جواه، ودخلتها في التربة، خصبت التربة اللي ساعدت النبات اللي هو ينمو تاني وتتكون السلاسل الغذائية أكتر من مرة وتدور دورة الحياة داخل التوازن البيئي. بكده نكون انتهينا من شرح الدرس، أتمنى تكونوا استفدتوا، وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.